السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة سهلة جدا، كنت عاملاها امبارح بس قلت لكم الفيديو هينزل النهاردة اللي هو تاني يوم. امبارح انا كنت عاملة معاكم الكفتة المشوية في الفرن ومعاها رز اصفر وعملت معاها البطاطس دي. بس ما نزلتلكوش الطريقة. النهاردة هعمل لكم طريقتها. ما تنسوش بس تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. معايا هنا 2 بطاطس كبار، سلقتهم كويس جدًا وباهرسهم كده بالشوكة، تمام. هابتدي بقى أحط عليها التوابل، أي توابل عندي هاحطها، هاحط ملح وفلفل أسود وشوية بهارات وهاحط شوية كركم كمان، تمام. وهاقلب كله كده مع بعض وهاهرسها كويس جدًا، جدًا، جدًا. وعندي الكريسبي اللي عملت بيه معاكم الستريبس، عندي باقي. أنا كنت جايبة النُص كيلو، النُص كيلو ما شاء الله كتير جدًا، عملت الستريبس وكمان باقي عندي شوية هاعمل بيها البطاطس دي. البطاطس دي حلوة جدًا جنب أي أكلة كده. طعمها حلوة جدًا وكريسبي بتقرمش، هتعجب الولاد وحلوة جدًا، تمام. يبقى أنا جبت كده 2 بطاطس، ما جبتش بطاطس كتير، جبت 2 بس، سلقت قشّرتهم وغسلتهم وقطّعتهم كده وسِبتهم يتسلقوا على النار، تمام. بعد ما خلاص اتسلقوا تمام، هرستهم كويس أهو، وحطيت عليهم ملح وفلفل أسود وشوية بهارات وشوية كركم، تمام. أي توابل بقى موجودة، خلاص. جبت عندي كمان بيضاية، بيضاية واحدة بس. كنت ممكن أحط البيضة معاها كده وأقلب كله مع بعضه، بس ما رضيتش، قلت أنا هكسرها في طبق لوحده بشوية ملح وشوية فلفل أسود، وبعد وأنا باصبّع البطاطس هاحطها في البيض وبعد كده هانقلها على الكريسبي على طول. بس عادي كانت ممكن إن أنا أحطها في البطاطس، ما كانش هيبقى في أي مشكلة يعني. وعندي كمان حتّة جبنة موتزاريلا صغيّرة كده، هاحطها برضه على البطاطس وهاقلّب كلّه مع بعضه، تمام. كان ممكن برضه أحشيها من جوّه، أعملها كِوَر أو أي شكل وأحشيها من جوّه وأقفل عليها، بس برضه إيه، خلطتها مع بعض كلّه كده مع بعض. خلاص أهي الجبنة الموتزاريلا حطيتها كده معاها وهاقلّب بقى كلّه كده مع بعضه، علشان الجبنة تختلط بكل البطاطس. خلاص البيضاية بس أنا حطيت عليها حوالي معلقتين مَيّة كده بشوية ملح وشوية فلفل أسود، وهاقلّبها كويس وابتدي إيه، البطاطس وأنا باصبّعها أحطها الأول في البيض، بعد كده أنزّلها في البقسماط أو في الكريسبي اللي معايا. بُصّوا أهي دي شكلها. الفيديو النهارده بسيط جدًا، ما فيهوش حاجة كتير، ما تنسيش بس تحطي لي اللايك، ومستنية دعوة منِّك حلوة وتعليق منِّك حلو. خلاص أهو، جبت بقى الصينية دي حطيت شوية، هاصبّع بقى، أنا هاعملها صوابع، ممكن نعملها كِوَر، مربعات، أي شكل. فأنا عملت صوابع كده، تمام. هاحطها بقى الأول في البيض، بعد كده هانزّلها في البقسماط اللي معايا. خلاص كده هاحطها كويس جدًا، أنا كل شوية باعملهم باحطهم مثلًا في طبق واحطهم في الفريزر شوية يمسكوا قبل ما أحمّرهم. خلاص، يعني أنا عايزاها بس إيه، تشمّعوا بس كده في الفريزر شوية قبل ما يتحمّروا. لو عاملاها من بدري كنت ممكن أحطها في التلاجة، لكن أنا بقيت أملى طبق، يعني أملى الطبق وأحطه وهاشتغل في حبّة كمان، كده يعني على أساس قبل ما أحطها في الزيت تبقى ماسكة وتبقى حلوة. كده أنا خلّصت الكمية اللي معايا أهو، وفي طبق تاني أنا كنت حاطاه في الفريزر، هاطلّعه وأحط ده مكانه، أحمّرهم وبعدين أبقى أطلّع ده. ده كده شكلها النهائي، إن شاء الله يعجبكم، حلوة جدًا. هافتح لكم واحدة كده هتشوفوها من جوّه. بُصّوا الجبنة، طبعًا هي سخنة جدًا، أنا حمّرتها في زيت عادي، إن شاء الله تعجبكم، طعمها حلو جدًا وكريسبي وجميل. ما تنسيش بس تحطّي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.